بيمر الاهلي بازمه كبيره جدا على جميع المستويات. السبب الرئيسي فيها هو خساره الاهلي نهائي كاس مصر قدام الزمالك وخروجه من دوري ابطال افريقيا، الى جانب سوء اداء الفرقه ورحيل مستر مارتينيول. علشان كده هنحلل اداء الاهلي بالتفصيل، وليه في اول فتره مارتينيول الاداء كان كويس جدا وبعدها ليه الاداء انهار تماما، وايه الحلول الفنيه المطلوبه في ظل قائمه فيها مشاكل كتير ولاعيبه لا تصلح اساسا انها تبقى في الاهلي، وكمان مفيش استبدال في شهر يناير. علشان نقيم الاهلي فنيا مظبوط لازم نتكلم على فتره اعداد الاهلي للموسم، واللي كانت مع جوزيب سيرو. سيرو عمل فتره اعداد الاهلي في الامارات لمده 50 يوم، وحفظ اللعيبه مجموعه من الجمل التكتيكيه، وعمل شكل فني هايل للفريق بطريقه 4-2-3-1. لكن كانت عنده مشكله رئيسيه، انه ما كانش بيعرف يختار التشكيل، وكمان تغييراته بتبقى غلط. علشان كده الجماهير ما كانتش حاسه بفارق فني كبير معاه، رغم ان التكتيك اللي عمله بسيرو مع الاهلي في فتره الاعداد في الامارات هو اللي اثر كتير جدا في اداء الاهلي في باقي الموسم. بعد ما بسيرو مشي جه الكابتن زيزو وكسب 4 ماتشات وتعادل في اسهل 3 ماتشات في الدوري، ووصل لفارق مع الزمالك ل3 نقط، وده لان اساسا كابتن زيزو ما عندوش اي فنيات نهائيه نضيفها للفرقه، فلو كان كمل كانت الفرقه هتفنش الدوري في المركز الرابع. لما جه مستر مارتينيول لعب بنفس الطريقه بتاعه بسيرو اللي هي 4-2-3-1 مع الحفاظ على التكتيك والجمل اللي حفظها بسيرو اللعيبه، ووجود بعض التطوير البسيط فيها. كان التشكيل مكون من اكرامي لحراسه المرمى، قدام احمد حجازي ورامي ربيعه 2 مساكين، باك رايت احمد فتحي، وباك ليفت صبري رحيل، قدامهم هولدنج دوره دفاعي بس حسام عاشور، وجنبه حسام غالي هولدنج وبلاي ميكر بيزيد في بعض الاحيان من تحت. قدامهم 3 عبد الله السعيد صانع العاب امامي حر، وناحيه يمين مؤمن زكريا، وناحيه شمال رمضان صبحي، والثلاثه بيتحركوا عكس بعض ومش ثابتين في اماكنهم، وخاصه الاجنحه رمضان ومؤمن تحت مهاجم وحيد ايفونا بيلعب ادفانسد فورورد، يعني متحرك مش ثابت جوه منطقه الجزاء. اولا منطقيا الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1، ولما فرقه بتلعب 4-2-3-1 بيلعب بجناحين مهاريين جدا علشان يفتحوا المساحات على الاجناب ويعملوا الاوفرلاب مع الباكات، وكمان يعملوا الاوفرات للمهاجم اللي موجود في المنطقه. وفي الحاله دي بيدخل لاعب من الاثنين الهاف ديفندرز في نص الملعب لمنطقه الجزاء علشان يبقى في كثافه عاديه جوه المنطقه لما الاوفر بيتلعب، ولو ما تقدمش بيضم الجناح من الناحيه العكسيه للاوفر جوه المنطقه علشان يزيد ويعمل كثافه عاديه. ده المنطقي اللي بيلعب بيه اي فريق في العالم بيلعب 4-2-3-1، لكن في الاهلي الوضع كان مختلف. اولا الفرقه ما كانش فيها غير جناح مهاري واحد هو رمضان صبحي، وده ما ينفعش مع الخطه اللي محتاجه 2 لعيبه مهاريين على الاجنحه. وكمان لاعب الوسط المفروض يتقدم اللي هو حسام غالي ما كانش بيتقدم جوه المنطقه وكان بطيء، فاتطبقت الطريقه بشكل يستغل امكانيات اللعبه اللي موجوده وبشكل مختلف تماما عن التطبيق اللي اي فرقه بتطبقه. بمعنى ان رمضان صبحي كان بيتحرك جناح مهاري بيلعب حر ويتبادل المراكز مع مؤمن اللي ما بيعرفش يلعب جناح نهائي لانه مش مهاري اطلاقا، وبالتالي رمضان كان عنده حريه في انه يتحرك يمين وشمال، فخلى بقى فيه تنوع في الهجمات الاهلي، الى جانب استغلال مهاره وسرعه ايفونا في التحرك كجناح يمين في بعض الاحيان علشان يفضي مكانه لمؤمن زكريا للانطلاق من ورا لقدام، واستغلال مهارته الرئيسيه في التحرك المثالي بدون كره، الى جانب ان وجود تدرج سليم بالكره من حسام غالي وحسام عاشور لعبد الله السعيد اللي بينزل يستلم من نص الملعب ويقوم بدور صانع الالعاب، وفي بعض الاحيان كان بيتحرك على الجناب علشان يفتح ثغرات في دفاع الفريق المنافس، مع وجود ثبات لحسام غالي وحسام عاشور من بعد دايره نص الملعب علشان السكند بول والسيطره على نص الملعب، وكمان التغطيه على الباكات اللي بيتقدموا لقدام علشان يساعدوا الاجنحه ويعملوا الزياده الهجوميه. كل ده بيتم في الحاله الهجوميه للفريق لما الفريق بيكون معاه الكوره. في الحاله الدفاعيه بيرجع الجناحين مؤمن ورمضان قدام الباكات، وبينزل عبد الله السعيد قدام حسام غالي وحسام عاشور في نص الملعب علشان يضيقوا المساحات تماما ويبقى في صعوبه لاختراق دفاع النادي الاهلي، وبينزل ايفونا لحد نص ملعب الاهلي عشان يعمل ضغط على نص ملعب الفريق المنافس. ولما بتتخطف الكوره يا اما بتتلعب لايفونا في المساحه الفاضيه اللي بينطلق بسرعته الكبيره جدا واللي بتسبق اي دفاع، او يا اما بتتلعب لواحد من الجناحين المنطلقين من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه كبيره جدا سواء رمضان او مؤمن زكريا، فبيقدر الاهلي يعمل الهجمه المرتده بشكل مثالي.
وبالتالي قدر النادي الاهلي انه يلعب بشكل مميز جدا واستغل امكانيات اللعيبه الموجوده واللي ما تصلحش ان الفرقه تلعب بيها 4-2-3-1 في توظيف هايل خلى الفريق يلعب كره ممتازه سواء هجوميا او دفاعيا. ايه اللي اضافه مارتن يول للفريق؟ مارتن يول حافظ على الشكل الفني للفريق والتكتيك بتاع بيسيرو، وطور من تحركات ايفونا واستغله كمهاجم يمين لليمين كجناح في بعض الاحيان لاستغلال سرعته وفتح مساحه في العمق لمؤمن زكريا ينطلق فيها، وطور من تحركات وليد سليمان لان وليد كان لاعب جناح بيلعب على الخط وما بيتحركش كتير للعمق، وبالتالي في الاول لما كان بيغيب رمضان وبيلعب مكانه وليد سليمان كانت بتبقى فيه مشكله، علشان زي ما قلنا ان مؤمن ورمضان بيتحركوا بلا مركزيه وبيعملوا تبادل للمراكز ما بينهم، وده اللي اضافه مارتن يول تحركات وليد سليمان وظهر بشكل كبير في الفتره الاخيره لمارتن يول مع النادي الاهلي. اسباب تدهور المستوى: اولا سوء مستوى حراسة مرمى الأهلي بوجود حارس مرمى ضعيف فنيا وبدنيا هو إكرامي، مع مدرب حراس مرمى فاشل مش فاهم إن إكرامي حركته تقيلة جدا بسبب إنه ضعيف بدنيا ومرونته قليلة جدا لما بينزل على الكورة، ومع تدهور مستوى حراسة مرمى الأهلي الاحتياطي أصبحت الفرقة تقريبا بتلعب من غير حارس مرمى. ثانيا الانهيار التام في مستوى حسام غالي وسوء تمركزه والتمريرات المقطوعة كتيرة جدا منه في مناطق خطرة، لان غالي المفروض بيلعب جنب حسام عاشور، ولما بيتقدم ويسيب مكانه بتهور غير طبيعي فبيبقى عاشور المجهد جدا لوحده، وبالتالي بيتقدم واحد من المساكين علشان يغطي مكان حسام غالي، ومع سوء مستوى الباك الشمال في الاهلي وهو صابر رحيل في التغطيه العكسيه فبيتفتح دفاع الاهلي تماما من العمق او من الجنب الشمال، وكل الاجوان اللي دخلت في الاهلي دخلت بالطريقه دي. ثالثا الاهلي بالتشكيله الاساسيه بتاعته وباسلوب اللعب اللي شرحناه بالتفصيل لو غاب فيها لاعب واحد هيأثر على ديناميكيه الفرقه كلها، وبالتالي هيحصل خلل في مستوى الفرقه، خاصه لو مستوى اللاعب الاحتياطي كمان مش مساوي اللاعب الاساسي هتبقى مشكله كبيره للاهلي. علشان كده لما غاب رمضان صبحي ايفونا وقبلهم عبد الله السعيد اثر الاهلي بشكل كبير، وبالتالي باظت الفرقه تماما وباظت الهارموني اللي كان موجود ما بين اللعيبه، ونزل المستوى بشكل رهيب جدا لان دكه الاهلي دكه ضعيفه ما فيهاش حد يعوض اللعيبه دي. يعني مثلا عمرو جمال وانطوي ومروان ومتعب كل دول مهاجمين صندوق محتاجين كرات توصل لهم، لكن ما يقدروش يقوموا بدور ايفونا ويصنعوا فرص نفسهم او يشدوا الفرق لقدام زي ما كان ايفونا بيعمل، ولا عندهم الامكانيات لده. كمان فكره ان مؤمن زكريا يلعب جناح فكره فاشله تماما، لان مؤمن مش لاعب مهاري تقدر تعتمد عليه انه يعمل لك فرق فني، لكن هو لاعب ممتاز كشادو سترايكر او لاعب وسط ملعب بيضم لجوه، كمان الفينش بتاعه ممتاز جدا كلاعب خط وسط، لكن هو مش لاعب مهاري تقدر تبني عليه هجمه. علشان كده كان لازم مدرب يفهم كل ده ويحاول يدعم الفرقه بشكل افضل خاصه فتره الانتقالات الحاليه، لكن كل ده ما حصلش، وبالتالي كان يستحق انه يمشي من الفرقه، خاصه انه اختار لعيبه في القائمه الاوليه للموسم الجديد لا تصلح اصلا انها تلعب في الاهلي. طيب الحل من الاخر لازم في تعاقد مع مدرب زي حسام بدري او كارتيرون او فيريرا علشان يقدر يتعامل فنيا مع اللعيبه الموجوده وازاي يستغل امكانياتها بشكل مناسب. مش لازم يبقى معاك احسن لعيبه علشان تقدر تاخد بطولات، لو في مدرب محترم بيعمل تكتيك فني مناسب للامكانيات اللي موجوده للفرقه هيقدر ياخد بطولات، وبالتالي الوضع مش مأساوي ولا سيء جدا زي ما الناس كلها شايفاه. قائمه الاهلي فيها 4 حراس مرمى وفيها مساكين سعد سمير، محمد نجيب ورامي ربيعه واحمد حجازي، ومعاهم احمد فتحي وحسام غالي ممكن يقوم بالدور ده. باك يمين باسم علي ومحمد هاني واحمد فتحي، باك شمال حسين السيد وصابر رحيل وعلي معلول، في النص في مركز الهولدنج في حسام عاشور واكرم توفيق، وفي الارتكاز المساند في حسام غالي وعمرو السوليه وصالح جمعه، ومعاهم احمد فتحي وعبد الله السعيد ونيدفيد يقدروا يلعبوا في المركز ده. في مركز صانع الالعاب في عبد الله السعيد وصالح جمعه ونيدفيد. في الاجنحه المهاريه للفريق اللي تقدر تصنع فارق فني في وليد سليمان وميدو جابر، ونيدفيد يقدر يقوم بالدور ده، واحمد حمدي عنده مهارات انه يبقى جناح رغم انه بيلعب بلاي ميكر وده مش صح وهو افضل في الجناح. وفي اسلام الفار اللي بيختبر في الاهلي وده لازم يتم التعاقد معاه لانه لاعب مهاري جدا وممتاز. وفي مؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي، والاثنين يبقوا الشادو سترايكر فقط لكن مش اجنحه، لانهم زي ما قلنا مش مهاريين ولا عندهم حلول في حاله التكتل الدفاعي، وبالتالي توظيفهم في مركز الجناح هو خطا فادح. علشان كده الاهلي محتاج التعاقد مع لاعب مهاري زي احمد حمودي علشان يبقى فيه وفره في المهارات في الفريق تقدر تترجم السيطره اللي دايما الاهلي بيعملها على الكوره لكن بدون فعاليه. ايه الحكمه من ان انا اقعد اباص يمين وشمال لكن مش عارف اخترق دفاع الفريق اللي قدامي علشان ما عنديش مهارات فرديه تقدر تترجم السيطره دي. في الهجوم في عماد متعب، عمرو جمال، مروان محسن، جون انطوي، جونيور اجاي.
كلهم تقريبا ستايل واحد، مهاجمين بوكس، مفيش فيهم اللي هو المهاجم الادفانسد اللي ينزل بره منطقه الجزاء ويستلم الكوره ويزق الفرقه من ورا لقدام. لكن مع وجود تكتيك مناسب من المدرب ومع زياده المهارات الفرديه تحت المهاجم مش هيبقى في احتياج كبير لفكره ان المهاجم يخرج بره الصندوق علشان يستلم الكوره من تحت. علشان كده افضل طريقه النادي الاهلي يلعب بيها علشان يستغل كل الامكانيات اللي موجوده في القائمه ويحل كل المشاكل الفريق الفنيه هي 3-4-2-1 بوجود شناوي حراسه المرمى، قدامه الثلاثه بدون ليبرو، احمد حجازي قلب دفاع في النص، على يمينه احمد فتحي وعلى شماله رامي ربيعه، في النص هولدنج دفاع حسام عاشور، جنبه بلاي ميكر عبد الله السعيد بيعمل ارتداد دفاعي في حاله فقدان الكره، على يمينهم باسم علي باكو طرف يمين لاستغلال سرعته ومهارته، وعلى شمالهم علي معلول باكو طرف شمال لاستغلال برضه سرعته ومهارته، قدامهم وليد سليمان جناح يمين وميدو جابر جناح شمال تحت مهاجم وحيد جونيور اجاي. الخطه دي فيها اكتر ميزه، اولا هتحل مشكله اختراق العمق الدفاعي الاهلي اللي دايما بيحصل ودايما كل فرقه بتلعب عليه، بوجود 3 لعيبه في الدفاع هيقفلوا العمق تماما. ثانيا الاثنين الباكات في الاهلي باسم علي وعلي معلول مميزين جدا في الناحيه الهجوميه، لكن عندهم مشكله في الناحيه الدفاعيه وفي التغطيه العكسيه على المساكين، علشان كده لما يتقدموا هيرتد احمد فتحي على اليمين علشان يغطي على باسم علي، ويرتد رامي ربيعه على الشمال علشان يغطي على معلول، وبكده هتقلل من فكره دخولهم لمنطقه علشان يعملوا التغطيه العكسيه على المساكين، لان في 3 دلوقتي مش 2. ثالثا هتحل مشكله المرتدات على الاهلي، لان الاهلي لما بيهاجم بيتقدم بخط الوسط وخط الدفاع علشان يساندوا في الهجوم ويقللوا المساحات ما بين الخطوط، وبالتالي بيبقى في مساحات كبيره جدا موجوده في ديفنس النادي الاهلي، فوجود 3 بعرض الملعب هيقفل المساحات دي وهيضايق تماما على اي فرقه هتفكر انها تلعب مرتدات على الاهلي. في الحاله الهجوميه بتحول الطريقه ل 3-1-3-3 بدخول عبد الله السعيد كصانع العاب حر تحت المهاجم، وتقدم علي معلول وباسم علي مع ميدو جابر وليد سليمان على الاطراف عشان يعملوا معاهم الاوفرلاب، وكمان علشان يفتحوا مساحات من الجناب، وبالتالي هيعملوا كروسات للمهاجم او للجايين من ورا لقدام. مع امتلاك وليد سليمان وميدو جابر لمهاره السرعه ومرور اكتر من لاعب مع سرعه باسم علي وعلي معلول هتخلي النادي الاهلي يقدر يفتح اي دفاع متكتل، وعشان يبقى في كثافه عاديه جوه المنطقه لما يتلعب الاوفر، لما يتلعب من اليمين هيضم ميدو جابر من الناحيه العكسيه جوه المنطقه مع جوني اجاي علشان يزود العدد جوه المنطقه، مع وجود عبد الله السعيد وراه عاشور على حدود المنطقه علشان السكند بول. العكس صحيح، لو اتلعب من ناحيه الشمال هيدخل وليد سليمان جوه المنطقه علشان يبقى مع جوني اجاي. الى جانب كل ده هيبقى في وفره على الدكه تقدر تعمل الفارق في حاله الاحتياج ليها، زي كريم ندفيد واسلام الفار في حاله التعاقد معاه، واحمد حمدي وصالح جمعه وحسام غالي وعمرو السوليه واكرم توفيق وسعد سمير وصابر رحيل ومروان محسن وعماد متعب وجون انطوي ومحمد حمدي زكي ومؤمن زكريا. اتمنى التوفيق النادي الاهلي فيما هو قادم، وان شاء الله كبوه هتعدي مهما حصل، وان شاء الله هيفضل النادي الاهلي نادي عظيم بجمهوره وبلعيبته وبادارته.